السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. طبعا النهارده بفضل الله عمر ال 25 يوم، سمعونا الصلاة على النبي كده في الأول. طبعا بقى في العمر ده احنا بقى إيه التحصينات أو العلاجات اللي احنا بنحطها في المية؟ هي عبارة عن فيتامين أ د 3، رافع مناعة، سيلينيوم مثلا، فيتامين ه برضه، ممكن بقى مضاد سموم، وغسيل اللي هو غسيل الكلى. هما الأربعة دول شغالين معاهم بالتبادل، وأنت ممكن يبقى كده فاضل لك تحصينة مثلا لو في كوكسيديا ولا حاجة تحطها على 27 28 يومين ثلاثة، وخلاص بعد كده بنوقف بقى في المضادات الحيويه، لان كل يعني ايه باذن الله ربنا يعديها خير، يعني كلها 10 ايام او 15 يوم بالكتير وهتكون باذن الله بايع. فحاول على قد ما تقدر بقى ايه تقلل من المضادات الحيويه، فاللي احنا بعد 25 يوم كده خلاص خلصنا كل بقى تحصيناتنا والكلام ده كله. لو عندك تحصين الكوكسيديا هتعملها زي ما قلت لك، هنحط فيتامينات ايه سيلينيوم والف د ومضاد سموم وغسيل كلوي بالتبادل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.